نقدر نبدأ بيهم أي مشروع. وزي ما قال لو بدأنا مشروع قطاع شعبي كل واحد شارك بسهم 1000 جنيه هيبقى عندنا 1000 مضروبين في مليون، يبقى عندنا مليار جنيه بداية هذا المشروع. فالعملية مش صعبة بس، والأفكار كثيرة ومصر ولادة، وما دام الحماس ده للعمل هنقدر نعمل حاجة. الحقيقة اللي توقفنا عنده كان مسألة التعليم الفني عشان يبقى عندي عمالة مدربة، لأن كل اللي بيجي عايز يستثمر عايز يجيب ولاد بلده معاه. يعني حد جاي مثلا استثمارات من الصين عايز يجيب عمالة صينية، حد من دولة كذا عايز يجيب عمالة من بلده. طب والعمال اللي عندي أعمل فيهم إيه؟ إيه فكرتك عن الموضوع ده؟ المشكلة إنه العمالة المصرية للأسف صارت إنها غير مدربة وغير مؤهلة للعمل والالتحاق بسوق العمل والالتحاق وتلبية احتياجات السوق. أيوة. ده نتيجة للفجوة الكبيرة ما بين المواد والمناهج الدراسية واحتياجات سوق العمل. وللأسف برضو النظرة السلبية للمجتمع يعني احنا دلوقتي المصانع في حاجة العمال والفنيين والفنيين دول هم خريجين الدبلومات الفنية والدبلوم الصناعي، واكيد فترة التوقف دي محتاجة بقى إعادة تدريبهم تاني. ما دي تكلفة على الدولة، ودي تكلفة يعني 14 سنة على أقل شيء في التعليم، دي تكلفة بتحملها ميزانية الدولة أو الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وإعادة تدريب، دي موازنة إضافية. بس دي مش صعبة، حاجة مش صعوبة يعني. المفترض احنا داخلين عهد جديد وداخلين ان شاء الله الجمهورية الثانية لمصر، لازم نبدأ بتطوير وتحديث، نبدأ من الصفر من خلال انه تهيئة او تأهيل المناهج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل. الاهتمام اكتر بالمعاهد الفنية والدبلومات والمدارس الصناعية، واحنا مش هنبدا من التعليم الفني بشكل عام، لانه انا اعتقد انه التعليم الفني هو قاطره التنميه في المرحله اللي جايه. طبعا. احنا مش هنخترع العجله، احنا نشوف تجارب العالم عملت ايه واحنا نستفيد منها. التعليم الصناعي والتعليم الفني ده مهم جدا، وللاسف الشديد عندنا في مصر مهمل لحد كبير. ونظره المجتمع لخريج المعهد الفني او دبلوم او الدبلومات الفنيه نظره غير يعني مش كويسه، وده هو محتاج طبعا تغير في سياسات التعليم الفني الاول. المشاهدين ولا زلنا مع برنامجكم شباب اليوم، واستاذ محمود يونس الصحفي بجريده العالم اليوم. افكارك مثلا عن الزراعه، يعني قبل التسجيل قلت لي ان المليونيات دي اثرت على عجله الاقتصاد. كنت عايز مليونيه عن ايه؟ مليونية ليه ما يكونش في مليونية لدعم الاقتصاد الوطني، مليونية للعمل والإنتاج. ولسه دلوقتي قبل ما نيجي كان الإخوان يعملوا مليونية لدعم قرار الدكتور محمد مرسي. ليه ما يكونش مليونية لدعم الدكتور محمد مرسي في تهيئة مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني؟ والله كفاية مليونيات يعني كفاية مليونيات بتروح هباء بلا دفع لعجلة الإنتاج. مليونيات دلوقتي بتفتت في المجتمع المصري للأسف، مليونيات في المنصة والتحرير وكلها للفوز بالكعكة السياسية والفوز طب فين مصلحة البلد؟ احنا دلوقتي الاقتصاد في انهيار واستمرار نزيف الاقتصاد شغال يوم بعد يوم. احنا محتاجين عمل وانتاج. انفاق رهيب في الفترة اللي فاتت على البوسترات وعلى الدعاية وعلى الانتخابات وعلى وبعدين هذه المليونيات الناس قاعدة بتاكل وبتشرب، لكن مفيش فكرة جديدة حد بيحمسهم. ألا ترى معي ان الناس محتاجة مشروع قومي؟ طبعا. زي القطاع الشعبي كده. طبعا. مشروع قومي للزراعة، مشروع قومي للصناعة. الخارج بيستوردوا مننا القمامة وبيصدروها بره، بتتصدر بره، بترجع لنا منتجات من الصين، ومنتجات ما احناش عارفين نستخدمها ولا ما نستخدمهاش. ايه هذا النزيف المستمر للاستيراد؟ يعني انا عندي في السوق دلوقتي كل المنتجات ميد ان تشاينا. فين ميد ان ايجيبت؟ فين صنع في مصر؟ انا عايزه اعلي اسم مصر تاني، وده اللي بيخوف الجهات اللي حوالينا. ألا ترى معي أن الأحداث الجارية السياسية وتعطل حركة الإنتاج بتستفيد منها جهات معينة لا تريد أن ترى مصر في صورة مشرقة؟
طبعا ده كلمني بقى بكل تأكيد. بصفتك صحفي. بكل تأكيد يعني الفترة الأخيرة أو العام ونص اللي فاتوا دول في دول كتير استفادت بالاضطرابات اللي حصلت في مصر، دول منافسة لينا، سواء احنا منتجات الصناعات الغذائية في مصر كان ليها دور كبير، وصادراتها كانت بتروح لدول أوروبية وأسواق أوروبية وأسواق عربية، واللي استفاد من الاضطرابات اللي حاصلة عندنا والمشاكل اللي حصلت عندنا المنافسين المصنعين المصريين في دول زي تركيا، المغرب، الأردن. الدول دي استفادت على حساب المنتج المصري وعلى حساب المنتجات المصرية، واستغلت المشاكل اللي كانت فيها مصر بالاستحواذ على الأسواق اللي كنا بنصدر إليها. نتمنى الفترة اللي جاية إن شاء الله يكون خلاص كفاية. طيب هنا بقى في النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، دور القطاع الخاص إيه والموارد البشرية في دفع عجلة الإنتاج الاقتصادي؟ القطاع الخاص طبعا عليه دور كبير طبعا الفترة اللي جاية، وخصوصا إنه يمثل ما يقارب من 70% من الاقتصاد المصري. ما القطاع الخاص متضرر برضه يعني طبعا رجال الأعمال اللي قفلوا مصانعهم طبعا، والعمال اللي كل شوية بيعملوا إضرابات، والمصانع دي خسرت ملايين في الفترة اللي فاتت. العمل تقريبا شبه متوقف يعني ما فيش غير المنتجات الغذائية اللي بنلاقيها في المحلات والسوبر ماركت. طيب وبعدين طبعا هو طبعا القطاع الخاص محتاج دفع دلوقتي، ومحتاج تطمين من الدكتور محمد مرسي، ومحتاج دفع من الحكومة للعمل وضخ فلوس جديدة في السوق. يعني جميع المصنعين او جميع رجال الاعمال المصريين وهم الوطنيين في المقام الاول خايفين يضخوا فلوس جديدة في السوق، خايفين ينموا اعمالهم. واي مستثمر راس المال جبان، طبعا راس المال جبان، لن يضخ اي مليم او ربع جنيه جديد في السوق الا لما يطمئن. ولا استثمارات محلية ولا استثمارات اجنبية او طبعا عربية. طبعا يا ابن البلد مش عايز يضخ مليم جديد، هي المستثمر الاجنبي مش هيجي كده وخلاص. لازم يكون في استقرار في البلد، ولازم يكون في استقرار سياسي وطمأنينة، والامن يرجع بشكل كبير، ويكون في حوافز برضه للناس دي. ولازم برضه ما يكونش نكرر الخطأ في النظام السابق. لازم نحدد روشتة او خريطة للاستثمارات اللي احنا محتاجينها. يعني ما نجيبش المستثمر الاجنبي يستثمر على مزاجه كده ويختار اي مجال حقق ليه ربحية وخلاص. لازم احنا نشوف ايه اللي محتاجينه ونقول له احنا هنستثمر مثلا في قطاع الصناعات الغذائية، احنا محتاجين فيها، احنا محتاجين نشتغل في الزراعة، تيجي تستثمر في الزراعة. احنا ما نسيبش كده الموضوع يعني مفتوح كده وخلاص. الدكتور محمد مرسي قال في خطابه انه انا هنفتح المصانع اللي اغلقت، الشركات اللي تعطلت هنعيد فتحها مرة تانية والناس ترجع، او اولادهم يرجعوا لو كانوا بلغوا سن المعاش ولادهم يرجعوا، وهكذا. يعني الإدارة السياسية مطلوب منها ايه في الفترة القادمة وفي عجالة سريعة لأن وقتنا مطلوب منها كتير في الحقيقة، مطلوب منها كتير. أول شيء إنه لازم ننظر لمصلحة البلد في المقام الأول، ولابد من الهدوء والعمل، ولابد من العمل مرة ثانية لعودة الاستقرار السياسي وتطمين رجال الأعمال والمستثمرين، وإزالة كل العقبات اللي واقفة قدام الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات، العمل على جذب استثمارات عربية وأجنبية. الدكتور محمد مرسي كان بيتكلم قبل الانتخابات، كان بيقول إنه في 200 مليار دولار جايين. في الحقيقة هو رقم كبير وما اعرفش ازاي هيجوا، بس اتمنى يجي ربع ال 200 مليار في الفترة الحالية. الحقيقة طبعا انا استاذ محمود انا بشكر حضرتك الف شكر على اللقاء معاك النهارده، ونتمنى فعلا انه تصل هذه التوصيات الى الإدارة السياسية من اجل دفع عجلة الانتاج الاقتصادي في مصر، ومن اجل تشغيل العمالة الموجودة، وأيضا تدريب عمالة أخرى حتى تكون مدربة تليق بمصر واسم مصر.